موهبة النجمة المغربية ليلى غفران ما يختلفش عليها اتنين، لكن للأسف طاقتها الفنية نفذت في أزمات حرمتها من تبوء المكانة اللي كانت بتحلم بيها. تعالوا نتعرف على أبرز الأزمات اللي مرت بيها. ليلى ما كانتش طفلة عادية، اللعب بالعرايس والتجمع مع صحباتها كان آخر اهتماماتها كبنت. شغفها الأول كان الغنى، عايشة طول الوقت على سماع وحفظ أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب، وده اللي كان بيدخلها في مشاكل كبيرة مع والدها المتدين لدرجة إنه أكتر من مرة يكسر لها الراديو أملا في إبعادها عن الطريق ده. يدوب كملت ليلى 16 سنة وهربت من بيت أهلها على فرنسا وسافرت على باخرة لخالها في باريس، وهناك قدرت تشق طريقها فاشتغلت مطربة للجاليات العربية ولقبوها بأم كلثوم أوروبا، وهناك قابلت الموسيقار محمد الموجي وبليغ حمدي وغيرهم من عمالقة زمن الفن الجميل اللي أقنعوها تنزل مصر. نجاح كبير حققته ليلى في مصر وبقت المطربة الأكثر طلبا في فنادق القاهرة واسكندرية، خاصة بعد ما تعرفت على المنتج إبراهيم العقاد اللي أنتج لها أغاني كتير، واتطورت علاقتهم من شغل لزواج وأنجبت منه بنتها الأولى هبة. إلا إن مع بداية الألفينات بدأت تواجه مشاكل كتير، أبرزها القضية اللي رفعها عليها الملحن السعودي سراج عمر بعد ما غنت مقادير للراحل طلال مداح، ده غير مشكلة التهرب الضريبي اللي زي ما أكدت ورطها فيها العقاد. المشاكل زادت نتيجة خلافاتها مع شركة روتانا بسبب قلة الأعمال اللي تم إنتاجها ليها بعد انضمامها ليهم، وعليه قلة حفلاتها الغنائية وبدأ نجمها ينطفي، خصوصا بعد دخولها في سلسلة من الجوازات الفاشلة. فبعد انفصالها عن العقاد اتجوزت الفنان العراقي فؤاد مسعود اللي أنجبت منه بنتها التانية نغم. أما الجوازة التالتة فخلت سيرتها على كل لسان، عريسها كان المخرج أنس داعية اللي كان أصغر منها ب20 سنة، وبسببه دخلت في خلافات مع بناتها إلا إنها انفصلت عنه بعد سنة، وأكدت إنه كان أكبر غلطة في حياتها. ومن بعده اتجوزت رجل الأعمال أدهم محمد. أما الجوازة الخامسة والأخيرة فكانت من رجل الأعمال مراد أبو العينين اللي انفصلت عنه في 2015. أكبر أزمة غشتها ليلى غفران كانت برحيل بنتها الكبيرة هبة سنة 2008 عن عمر 23 سنة في حادث مأساوي هز الرأي العام المصري والعربي كله. وعلى الرغم من التحقيقات المصرية اللي انتهت باتهام محمود عيساوي بالقضاء على هبة وصاحبتها نادين بغرض السرقة، إلا إن القضية شهدت جدل كبير خاصة بعد أحداث 25 يناير، واتقال إن عيساوي شال الليلة عشان يفدي ابن مسؤول مصري كبير كان على علاقة بالراحلة. الغريب كان طرح ليلى بعد شهور قليلة من رحيل بنتها لألبوم جديد واللي ضمت ليه أغنية بعنوان الجرح من نصيبي وأهدتها لروح بنتها، إلا إن وقتها تعرضت لانتقادات قاسية اتهمها البعض فيها بالمتاجرة بوقعة بنتها، خاصة إن كان بقالها فترة بعيدة عن الساحة وما حاولتش تنتظر على الأقل سنة حزنا على هبة عشان ترجع للغنى تاني. الموضوع موقفش لحد الألبوم، دي ليلى رجعت تظهر في عالم الحفلات والسهرات الخاصة من تاني بكامل أناقتها ومكياجها، والاتهامات الجارحة خلتها تدافع عن نفسها وقالت الغنى راس مالي وحزني على بنتي محدش هيحسه غيري، عيني جالها جفاف وبقيت عايشة على الدموع الصناعية من الحزن على الهبة. فجأة اختفت ليلى عن الساحة من تاني بعد إصابتها بأزمة صحية قوية نتيجة حالتها النفسية المتدهورة، فأصيبت بجلطة بالمخ وذبحة صدرية وتصلب في الشرايين، وتعرضت لشلل تام لفترة فقدت فيها السيطرة على جسمها تماما ولازمت المستشفى لفترة طويلة لحد ما قدرت تتجاوز محنتها ورجعت للساحة الفنية من جديد بأغنية أنا كده عجباني.